هل تشعر أحياناً بأنك تفعل أشياء لا تريدها لإسعاد الآخرين؟ هل تتجاهل احتياجاتك من أجل إسعاد من حولك؟ في هذا الفيديو سنستكشف 10 علامات تدل على أنك قد تكون ترضي الآخرين على حساب نفسك وكيف يمكنك تغيير ذلك. العلامة الأولى: تجد صعوبة في قول لا. إن توافق على طلب لا ترغب فيه. العلامة الثانية: تشعر بالذنب عند وضع حدود. تشعر بالقلق بعد رفض طلب. العلامة الثالثة: تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك دائما. تتنازل عن خططك الشخصية من أجل الآخرين. العلامة الرابعة: تخشى المواجهة. إنك تتجنب موقف محتمل أن يؤدي إلى صراع. العلامة الخامسة: تبحث عن إعجاب الآخرين باستمرار. أنت تتصرف بطريقة معينة لجذب الانتباه. العلامة السادسة: تشعر بالوحدة حتى عندما تكون محاطا بالناس. تكون بمفردك في مكان مزدحم. العلامة السابعة: تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك. أنك تكبت دموعك. العلامة الثامنة: تقارن نفسك بالآخرين باستمرار. أن تنظر إلى صور لشخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي. العلامة التاسعة: تشعر بالإرهاق والتعب المستمر. تبقي مستلقيا على الأريكة باستمرار. العلامة العاشرة: تفتقر إلى الثقة بالنفس. تنظر إلى المرآة بعدم ثقة في نفسك. من الحلول: الاعتراف بالمشكلة. الخطوة الأولى هي الاعتراف بأن لديك هذه المشكلة. تعلم كيفية وضع حدود صحية مع الآخرين. لا تخف من التعبير عن ما تريد وما لا تريد. بناء الثقة بالنفس: مارسوا أنشطة تساعدك على زيادة ثقتك بنفسك. إذا كنت تجد صعوبة في التغيير فلا تتردد في طلب المساعدة من معالج أو مدرب. تذكر أن تحب نفسك هو ليس أنانية، بل هو ضرورة لتحقيق السعادة والرضا في الحياة. ابدأ رحلة اكتشاف الذات اليوم.